side, know it's right here by my side, baby, I just wanna die. I'm sorry, Miss Jackson. تدور أحداث المسلسل حول ميراي، والتي تعرضت لصدمة حياتها، فقبل زواجها بيوم واحد تكتشف أن حبيبها يخونها مع أقرب صديقة لها. لم تستطع ميراي تصديق ما رأته عينيها، ولكن حبيبها أخبرها أنه لم يحبها أبدا، وأنه كان يستغلها فقط من أجل المال. وأخبرها على الرغم من أنك فتاة جميلة جدا ولكنك لا تمتلكين عقل، فأي شيء أطلبه منك تعطيني إياه على الفور. تخبره ميراي أنها كانت تعمل دائما ولا ترفض له أي طلب، فهي دائما ما كانت تعطيه راتبها كليا على الرغم من أنها مريضة جدا، ولكنها اختارت إسعاده بدلا من أن تعالج نفسها. يخبرها أنا لم أجبرك أبدا أن تعطيني المال، أنت التي كنت تفعلين ذلك بسعادة وبمحض إرادتك. تخبره أنت سافل جدا لا تستحقني، ولكن صديقتها تتدخل وتعطيها كف. وتخبرها كيف تتحدثين مع شياو بهذه الطريقة؟ هل نظرت يوما ما إلى نفسك في المرآة؟ أنت لا تستحقين أبدا شاب وسيم وذكي مثل شياو. ولأن ميراي كانت غاضبة جدا منهما تقوم بإهانتهما، فيشعران بالغضب ويأخذوها ويعطوها الدواء. يخبرها شياو رحلة سعيدة إلى جهنم. تسأله ميراي ماذا أعطيتني أيها الوغد؟ يخبرها أعطيتك شيء لا يمكنك أن تعودي إلى هذا العالم أبدا. ونكتشف أنه كان يحاول أن يتخلص منها. كانت ميراي حزينة جدا لأنها في آخر لحظات حياتها تعرضت لخيانة شديدة. كانت تريد أن تخبره قبل أن تكتشف خيانته أنها مريضة جدا وأنها ستموت عن قريب، ولكنها لاحظت أنه يريد أن يقتلها، فهو لا يريد أن ينتظر حتى. رأت ميراي نفسها أنها في وضع محزن كثيرا، فهي الآن في غرفة فارغة تحتضر، وعهدت نفسها أنها إذا نجت من هذا الوضع الذي هي فيه فستنتقم منهم أشد انتقام، وأنها ستعيش لحياتها ولن تفضل سعادة أي شخص عن سعادتها. وبالفعل تستطيع ميراي أن تتملك نفسها وأن تغادر تلك الغرفة وأن تذهب إلى الطوارئ، ويتم إنقاذ حياة ميراي، ولكن لن يكون لها الوقت الكافي لكي تعيش حياة سعيدة، فهي لازالت مريضة بمرضها السابق. ترى ميراي إعلان عائلة جي حيث أنهم يريدون طبيب، وذلك لإنقاذ الجدة لأنها مريضة بمرض خطير جدا. تكتشف ميراي أنها تمتلك خبرة كبيرة، وذلك لأن جدتها كانت معالجة بالأعشاب. بسبب خبرتها الطويلة هذه فاستطاعت أن تصمد من مرضها ولم تموت لحد الساعة. قررت ميراي أن تجرب حظها وأن تقدم لطلب أن تكون الطبيبة الخاصة للجدة، ولكن الحارس الشخصي منعها من الدخول. كانت هناك مكافأة كبيرة للشخص الذي يستطيع إنقاذ حياة الجدة. أخبرت ميراي نفسها أن هذه هي الفرصة المناسبة لكي تغير حياتها وأن تبدأ في خطة انتقامها. ضعت ميراي بالفعل أن تقنع الحارس أنها تستطيع أن تعالج الجدة، وأنها ستكافئه لاحقا إذا تمكنت من الحصول على المكافأة. استطاعت بالفعل ميراي أن تدخل إلى القصر وأن تقابل الجدة، ولكن الطبيبة الخاصة بالجدة منعتها من أن تقترب منها، وذلك لأنها لا تمتلك أي شهادة. تخبر ميراي الطبيبة الخاصة بالجدة أنك إذا طردتني الآن ستموت هذه الجدة في غضون 3 أيام فقط بسبب نقص الدم الحاد في جسمها. انصدم كل الموجودين في الغرفة كيف استطاعت هذه الفتاة الشابة أن تكشف مرض الجدة دون أن تعاينها حتى. أحست الطبيبة بالإهانة فطلبت من ميراي أن تغادر الغرفة فورا وأن تذهب في حال سبيلها، لأنهم لا يريدون منها أن تعالج الجدة. ولكن تدخل الوريث الوحيد لعائلة جي والذي يدعى جون يونغ. تنصدم ميراي عندما ترى جو يونغ، وذلك لأنه كان يدرس معها في المرحلة الثانوية، فهي لم تكن تعتقد أبدا أنه من عائلة ثرية إلى هذه الدرجة. سأل الرئيس ميراي هل أنت متأكدة من أنك تستطيعين إنقاذ الجدة؟ أخبرته ميراي أجل. أخبرته إذا لم أستطيع إنقاذ الجدة فحياتي ستكون بين يديك. أخبرتها الطبيبة الخاصة أنت واثقة جدا من أنك تستطيعين إنقاذ الجدة. أخبرها جي يونغ أنك إذا تحدثت أي كلمة ثانية فسأطردك من العمل. طلبت ميراي من الخادمة أن تحضر لها إبرا فضية. بعدها أخبرت الطبيبة الخاصة هل لازال أحد في هذا الوقت يستعمل الطرق التقليدية. أخبرها الرئيس أن تقوم بتنفيذ طلب ميراي وأن تسكت فقط. بدأت ميراي في تذكر كيف كانت جدتها تعالج المرضى، واستطاعت بالفعل أن تطبق نفس الأمر على الجدة. بعدها استيقظت الجدة. ذهب جي يونغ بسرعة إليها وسألها كيف حالك.
أخبرته الجدة: أنا أشعر بتحسن شديد، ماذا حدث لي؟ أخبرها هذه الفتاة الشابة هي التي استطاعت أن تنقذ حياتك. شكرت الجدة ميراي وأخبرتها أنها تريد أن تعمل في شركتها. تذهب ميراي برفقة جيونغ والذي يخبرها أنه ممتن جدا لها لإنقاذ حياة جدته، فلقد كان فاقدا للأمل من استعادتها لوعيها. أعطاها بطاقة الائتمانية والتي كانت فيها المكافأة، وأخبرها: هل التقينا من قبل؟ لن تكن ميراي تريد من جونيونغ أن يعرف أنها كانت تدرس معه في المرحلة الثانوية. في ذلك الوقت كانت واقعة جدا في حبه، ولكنها فيما بعد أحبت الشاب الذي قام بخيانتها. فرح الرئيس جيونغ أن تفكر مليا في طلب الجدة، وأنه سيرحب بقدومها للعمل في الشركة، وذلك بسبب موهبتها الكبيرة في الطب التقليدي. أعطته ميراي الوصفة وأخبرته أن يداوم عليها لعلاج الجدة، وبعدها تغادر. نرى أن جونيون قد أعجب كثيرا بشخصية ميراي، وأنه قد بدأ في الوقوع في حبها. تقرر ميراي أن تذهب للتسوق. عندما كانت في المتجر تذكرت كيف أنها كانت تعطي كل أموالها لحبيبها السابق شياو، وكيف أنه قد استغلها. أخبرت نفسها: الآن يمكنني أن أكون حرة وأن أقوم بصرف كل أموالي على نفسي، ولن أكترث أبدا لأي شاب يدخل إلى حياتي. لا يهمني كم تبقى لي من يوم لأموت، ولكنني سأعيش هذه الأيام بسعادة. اختارت ميراي ثوب غالي جدا وكانت تريد أن تشتريه، ولكن سوء حظها قد جمعها مع حبيبها السابق وصديقتها الخائنة. إذن فور أن رآيا ميراي قد شعر بالصدمة الكبيرة، لأنهما اعتقدا أنها قد ماتت. لأن صديقة ميراي المقربة تغار كثيرا من ميراي، طلبت من العاملة أن تعطيها الملابس التي أخذتها ميراي لأنها تريد هي التي أن تشتريها. أخبرت العاملة كيف يمكن لفتاة مثل ميراي أن تشتري ملابسا باهظة مثل هذه الملابس، وبدأت في إهانة ميراي وأخبرتها: أنك حتى لو أنك لم تكوني تمتلكين المال فليس عليك أن تبيعي نفسك إلى الرجال الآخرين. أخبرتها ميراي: كيف تجرئين أن تتكلمي معي بهذه الطريقة؟ أنت التي سرقت مني حبيبي قبل يوم واحد من زفافي. حسنا، سأعطيك هذه الملابس لأنك دائما ما تحبين الأشياء التي لا أريدها. تخبر صديقة ميراي ألا تغضب كثيرا لأن شياو قد أحبها. تخبر ميراي صديقتها أنها لا تهتم أبدا لشياو، فشياو كان يناسبك أنت أكثر، لأنني كما أرى أنتما متطابقان جدا من ناحية التفكير ومن ناحية المستوى أيضا. كانت صديقة ميراي تشعر بالغضب الشديد وكانت تريد أن تتشاجر معها، ولكن شياو تدخل وأخبر ميراي أن تذهب فورا لأنه لا يريد أن يفضحها. تقول له ميراي أنها هي التي ستفضحه، وتريه تسجيل الفيديو عندما كان يخونها مع أقرب صديقة لها، ولأنه يقوم بأعمال تجارية فهو يمتلك سمعة جيدة. أخبرته: إذا لم تغرب عن وجهي أنت وتلك الفتاة سأقوم بفضحك. ونكتشف أن ميراي بسبب قدرتها الكبيرة على اختراق الحواسيب استطاعت أن تتسلل إلى كاميرات المراقبة في ذلك اليوم في الفندق. ليس هذا وحسب، بل أيضا استعملت مال المكافأة بأن تتصل بصحفية مشهورة جدا، وأن تعطيها مكافأة أيضا بأن تقوم بنشر هذا الفيديو على كل وسائل التواصل الاجتماعي. غضبت صديقة ميراي كثيرا بعد أن قامت ميراي بفضح حبيبها السابق شياو، وأخبرت ميراي أنها ستندم كثيرا. وبالصدفة كان هناك أحد الصحفيين والذي قام بتصوير تلك الفضيحة. ولم تتوقف إلى هنا فقط، بل حاولت ضرب ذلك الصحفي عندما التقط لها الصور، وزادت الموقف أكثر سوء. بعدها نرى أن ميراي سعيدة لأنها وأخيرا انتقمت من شياو وصديقتها السابقة، فأعطت البطاقة التي أعطاها لها الرئيس جيونغ إلى العاملة في المتجر، وأخبرتها أنها ستأخذ الفساتين. ولكن عندما رأى شياو تلك البطاقة استغرب كثيرا، وسأل ميراي: من أين أحضرت هذه البطاقة؟ أخبرته ميراي: وما شأنك؟ من أين أحضرت هذه البطاقة؟ لماذا تسألني عنها الآن؟ أخبرها: هذه البطاقة هي البطاقة الذهبية، ولا يوجد منها فقط بطاقتين، البطاقة الأولى للرئيس جيونغ والبطاقة الثانية للجدة، وأنا متأكد أنك لا تعرفين أبدا أبناء العائلات المخملية، لذلك فأعتقد أنك قد سرقتها. انصدمت العاملة كثيرا عندما سمعت هذا الحديث، وأخبرت ميراي أنها لا تستطيع أبدا قبول هذه البطاقة المسروقة. استغلت صديقة ميراي هذه الفرصة لكي تقلب الأمور على ميراي، وأخبرت الصحفيين أن ميراي سارقة لا يمكنهم أبدا أن يثقوا في حديثها.
كما أنها طلبت من العاملة أن تستدعي رجال الأمن وأن يقوموا بالإمساك والقبض على ميراي لأنها سرقت بطاقة الرئيس الذي يمتلك هذه المجموعة. إلا أن ميراي قد أمسكت بالحارس ورمته بعيدا لأنها قوية وتعرف فنون القتال. بعدها تخبرهم ميراي أنها لم تسرق هذه البطاقة أبدا وما شأنهم من أين حصلت عليها. إلا أن شياو وصديقتها حاولوا أن يستغلوا الأمر لتشويه سمعة ميراي أمام الصحفيين، ولكن تشاء الصدف والأقدار أن يكون الرئيس جيونغ أيضا في نفس المكان، الذي أخبر الجميع أن ميراي لم تسرق أي شيء وأن البطاقة التي في حوزتها هو الذي أعطاها لها. كما أنه شعر بالغضب الشديد عندما سمع شياو ينعت ميراي بأنها سارقة، وأخبر شياو أن يعتذر من ميراي، وذلك لأن ميراي منقذة لعائلته. انصدم شياو كثيرا عندما رأى الرئيس جيونغ يدافع عن ميراي، وأخبر صديقة ميراي أن عليهم أن يغادروا فورا لأن الرئيس جيونغ إذا غضب أكثر يمكنه أن يسحق شركتي، فالأمر سهل جدا بالنسبة له. يجبر الرئيس جيونغ شياو على الاعتذار هو وصديقة ميراي من ميراي. بعدها يخبر شياو ميراي أنه آسف جدا لأنه خانها في السابق وحاول أن يتخلص منها، وأنها بالفعل فتاة طيبة لم يعرف قيمتها حتى. تأثرت ميراي كثيرا لأن قلبها طيب وسامحت شياو وصديقتها. بعدها نرى أن صديقة ميراي لديها نظرات ثاقبة جدا للرئيس جيونغ، كما لو أنها تخطط لكي تسرقه من ميراي. لاحقا نرى أن ميراي قد ذهبت برفقة الرئيس جيونغ. تشكر ميراي الرئيس جيونغ كثيرا على إنقاذها في هذا الموقف وتسأله لماذا دافعت عني. يخبرها الرئيس جيونغ لأنك أنقذت حياة جدتي. تقول له ميراي ولكنني أخذت المكافأة بالفعل. يخبرها الرئيس جيونغ أنك إذا أردت أن تردي لي الدين فعليك أن تذهبي معي الآن. تسأله ميراي إلى أين؟ يخبرها فقط تعالي معي. ونرى أن الرئيس قد أخذ ميراي لكي تلتقي بالجدة، لأن الجدة أخبرت الرئيس أنها تريد أن تلتقي بالفتاة التي أنقذت حياتها. تفرح الجدة كثيرا عندما ترى ميراي وتخبرها أنها مدينة لها بحياتها، وذلك لأنها أنقذتها من الموت. تخبرها ميراي لا بأس، فأنت مثل جدتي، لذلك فإنقاذي لك واجب علي. نرى أن الجدة معجبة كثيرا بشخصية ميراي، كما أنها تريد أن تزوج ميراي لرئيس جيونغ. تسأل الجدة ميراي عن عمرها. تخبرها ميراي أن عمرها 20 سنة. تقول الجدة لميراي إنك فتاة لطيفة جدا وجميلة، كما أنك موهوبة جدا في الطب. أتمنى لو أنك تكونين زوجة لحفيدي جيونغ. تخجل ميراي كثيرا من كلام الجدة وتخبر الرئيس جيونغ أن عليها المغادرة الآن، ولكن الجدة تدعي أنها قد مرضت وتطلب من ميراي أن تنظر إليها. بعدها تخبرها أنها تريد منها أن تبقى هذه الليلة في القصر. لم تستطع ميراي أن ترفض طلب الجدة، وذلك لأن الرئيس جيونغ قد أنقذ حياتها اليوم. كادت أن تكون في فضيحة كبيرة لولا تدخله. بعدها توافق ميراي على البقاء في القصر هذه الليلة والاعتناء بالجدة. تخبرها الجدة أن عليها مرافقتها لتريها الغرفة، ويذهب معهم الرئيس جيونغ. بعدها تريها غرفة في القصر وتخبرها أن عليها أن تنام في هذه الغرفة هذه الليلة، ولكن تكون للجدة خطة ثانية، فإنها ستقوم بحبس الرئيس جيونغ مع ميراي في نفس الغرفة. عندما يحاول الرئيس مغادرة الغرفة يجد أن الباب مقفل، ويدرك أن الجدة هي التي فعلت ذلك. تسأل ميراي الرئيس جيونغ لماذا فعلت جدتك هذا؟ يخبرها لأن الجدة معجبة بشخصيتك كثيرا وتريد منك أن تصبحي زوجتي. تسأله ميراي وهل أنت موافق على ذلك؟ هل أنت معجب بي؟ يخبرها الرئيس جيونغ وماذا إذا كنت كذلك؟ يقترب الرئيس جيونغ من ميراي ويخبرها أنه معجب بها كثيرا وأنه قد وقع في حبها. تتوتر ميراي كثيرا. ماذا سيحدث يا ترى؟ هل حقا الرئيس جيونغ واقع في حب ميراي؟ وهل سيعترف بمشاعره لها؟ وهل ستقبل ميراي أن تكون زوجته؟ وماذا سيحدث؟ هل ستسكت صديقة ميراي على أن تترك ميراي تتزوج من رئيس غني؟ وهل ستحاول أن تسرقه منها هذه المرة أيضا؟ تساؤلات كثيرة، ومن بينها هل سيتذكر الرئيس جيونغ أن ميراي هي صديقته التي كانت تدرس معه في المرحلة الثانوية؟ أحداث الجزء الثاني شيقة جدا، لذلك أحبتي اشتركوا في القناة وضعوا لايك للفيديو وانتظروا الجزء الثاني والذي سيكون غدا إن شاء الله.